الفرص اللي زي دي هي ما بتجيش كتير نهائي، بالذات لما بيكون حد عايز فعلا ان هو يساعدك عشان تنجح وتبدا تعمل المشروع بتاعك. ولما بقول فرصه زي دي ان في حاجات انا هقولها في الفيديو ده هي فعلا هتفيدك جدا جدا جدا، وممكن يكون الفيديو ده او ال10 دقايق او الربع ساعه بتاعت الفيديو اللي بيتعمل دلوقتي حالا تبقى هو ده الفيديو اللي ممكن يغير حياتك. ولما بتكلم ان هو بيغير حياتك مش بقول لك كده عشان بس ابقى انا بقول كده وخلاص، لا هو فعلا ممكن يغير حياتك، لان انا بتكلم معاك في مشروع تقدر ان انت تشتغل من بيتك في السعوديه. وبدل ما اقول لك كلمتين دول وخلاص ممكن تكون انت اول مره تشوفني هنا على القناه، انا جاي لك النهارده بالدلائل وبالحاجات او المفاجآت اللي انا هعملها لك لو انت عملت الكام حاجه اللي انا هقول لك عليها في الفيديو ده. فلو انت جاهز فعلا تبدا مشروعك دلوقتي حالا من بيتك في السعوديه، كمل الفيديو لحد الاخر. السلام عليكم، انا اسمي خالد رضوان، بقالي 5 سنين بشتغل في التجاره الالكترونيه، وعندي كورسز اونلاين، وعندي ويب سايت تقدر تشوف منه كذا سيرفيس وكذا كورس، وبقالي اكتر من 13 سنه بشتغل في شركات مالتي ناشونال. بس مش ده موضوعنا النهارده. خليني اقول لك بقى ايه اللي انت المفروض تكون مستنيه من فيديو زي ده. اولا الفيديو ده هيبقى متقسم لكذا جزء. اول جزء وهو الجزء بتاع البني ادم اللي انا هوريه لكم اللي عمل فلوس قد ايه على منصه تاجر. يعني ايه منصه تاجر؟ دي هي منصه للتجاره الالكترونيه وبتساعدك انت تبيع اونلاين. فهي عندها البضاعه بتاعتها دي انت مجرد ما بتقول ان انت هتعمل ويب سايت لنفسك، تبدا تاخد شويه بضاعه من اللي عندهم تربطهم بالويب سايت من غير ما تدفع ثمن بضاعه اصلا، وبعد كده تبدا تعمل شويه اعلانات للسعوديه او للعراق او لمصر او ايا كان البلد هتختارها. بس في الفيديو ده هنتكلم على السعوديه اكتر. الجزء الثاني من الفيديو هبقى بتكلم على الكورسات بتاعتي وهتكلم على الحاجه اللي انا بقدمها اونلاين. والجزء الثالث في الفيديو هقول لكم على المفاجاه اللي شركه تاجر عملتها مع شركه ايكوم ارك اللي هو احنا بالكولابوريشن مع بعض عشان نساعدك ان انت تنجح في المشروع بتاعك، وعشان فعلا تبدا وتتحرك ويبقى عندك مشروع تجاره الكترونيه وتشتغل من بيتك او من اي حته ثانيه انت عايزها. وقبل ما نبدا خلينا نتفق على كام حاجه، وخليني هبقى واضح قوي في الجزء اللي جاي ده. هنفترض ان انت واحد بتاخد 10000 جنيه في الشهر، سواء الرقم ده بالنسبه لك هو كبير او الرقم ده بالنسبه لك صغير جدا. لو انت بتاخد اكتر من كده بكتير مش مهم، بس خليك معايا للاخر. تعال ناخدها بالجزء العلمي والمنطقي. لو انت جيت النهارده وقلت انا بعمل 10000 جنيه في الشهر، فانا في السنه بعمل 120000 جنيه في الشهر. طب انا لو عايز اعمل 400000 جنيه في الشهر، ايه اللي المفروض ان انا اعمله؟ وما اعتقدش ان في بني ادم مش عايز ان هو يعمل كده. فعندك حل من اتنين، يا اما تشتغل شغلانه تانية تعمل لك برضو 10000 جنيه في الشهر، فبالتالي هتعمل لك حوالي 240، لكن نظريا هي بتتقال صح، لكن في الحقيقه انت ما عندكش عدد ساعات في اليوم تكفي، ومفيش شركه هتقبلك وانت بتشتغل في شركه تانية. فخلينا واقعيين. فالحل الوحيد بالنسبه لك حاجه من اتنين، يا اما انت هتسيب الشغل عشان تفتح مشروعك ويا صابت يا خابت، يا اما الحاجه اللي انا بنصح بيها واللي هي هتبقى متعبه جدا ومهلكه جدا في الاول، اللي هو وانت بتشتغل الشغلانه بتاعتك تخصص وقت بالليل للمشروع التاني. غير كده هتفضل في دايره مغلقه، هي نفس الدايره اللي انت هتلف فيها. هتقول لنفسك طب انا السنه الجايه بدل ما اعمل 10000 هعمل 12000 عشان في زياده في المرتب. هي الانفليشن بيوقع كل ده. فانت لو بتاخد 12000 السنه اللي بعديها، فانت تاكد مليون في الميه ان المصاريف اللي حواليك ممكن تكون زادت باكتر من 20%، اللي هي اكتر من زياده مرتبك انت اصلا. وعشان تبقى فاهم قصدي كويس، انا لا بقول ان ده غلط ولا بقول ان ده غلط، لان في ناس كتير جدا انا اعرفها شخصيا وهي بتشتغل كموظف او بيشتغل في شركه وسعيد جدا في حياته. لكن الناس اللي هي فعلا عايزه تعمل حاجه في حياتها وعايزه انها تبدا تغير من الواقع اللي حواليها وتبدا انها تتحرك ان يبقى عندها دخل زياده، فهو ده الحل الوحيد بتاعك. فالنهارده انا في الفيديو ده جاي اقول لك واحد من الحلول اللي انت ممكن تعمل بيها حاجه زي كده. تعال اوريك منصه تاجر وهوريك البيزنس كيس البني ادم اللي هو اشتغل بيها، عمل عليها ويب سايت، بدا ان هو يعمل اعلانات وكسب قد ايه فعلا. يلا بينا على اللابتوب. طيب انا في الفيديو ده مش هشرح كتير على منصه تاجر، لان انا شرحتها في كذا فيديو قبل كده، تقدر تشوفها يا اما على اليوتيوب يا اما لو انت اصلا اوريدي جوه الكورس بتاعي فهتبقى فاهم كويس قوي يعني ايه منصه تاجر. بس منصه تاجر هي منصه فيها منتجات كتير جدا. المنتجات دي هو بيقول لك هنا سعر المنتج، انت لما تبيع قطعه تبيعها مثلا ب 360 ريال وبعد كده هتكسب انت منها 50 ريال. اللي بيحصل ايه بكل بساطه؟ انت بتعمل ويب سايت، بعد ما بتعمل الويب سايت تبدا انت تعمل اعلانات على المنتجات اللي عندك على الويب سايت بعد ما انت ربطتها من تاجر الويب سايت بتاعك، وبعد كده لو حد طلب الاوردر تاجر بياخد البضاعه من المخزن بتاعه يوصلها للعميل يحصل الفلوس، وبعد كده يديك المكسب اللي هو مثلا ال50 ريال اللي انت شايفها هنا، وبتاخد فلوسك كل اسبوع على فودافون كاش ايا كان الحاجه. والحلو جدا في منصه تاجر وبالذات الشغل في السوق السعودي، انت ممكن تشتغل كاش اون ديليفري، فمش محتاج انت تخش في اي حاجه ليها علاقه ببوابات الدفع. لكن برضه عشان ابقى صريح جدا، عاده الكاش اون ديليفري 40 ل 50% من الاوردرات اللي انت بتوديها هي فعلا اللي بتوصل، لان في اوقات كتير جدا المندوب بيروح وما بيلاقيش حد اصلا في البيت، فبالتالي الاوردر بيرجع. فممكن طبعا تحط بوابات دفع وتخلي الناس تدفع لك بالريال على الويب سايت بتاعك، وممكن ما تعملش كده وتاخد الريسك انك تخسر حوالي 50% من بيعك.
فده موجود وده موجود. فده سريعا جدا منصه تاجر بتعمل ايه وانت شغلك هيبقى عامل ازاي. طب تعالى بقى نشوف ايه اللي حصل مع الراجل. انا ما ينفعش لا اقول اسمه ولا اقول جنسيته، بس يعني هو مننا وعلينا. وانا لما اتكلمت مع منصه تاجر بعتولي فردين، الفردين دول انا هتكلم عليهم وهشرح لك هو عمل ايه بالظبط من اول اكتوبر 2024 لحد يناير 2025. فتعالى بقى واحده واحده كده ركز معايا وهقول لك ايه اللي حصل بالظبط. اولا ما شاء الله ما شاء الله، طبعا هو لو انت بصيت كده بصه سريعه هتلاقي ان هو عامل 359 الف جنيه مصري او ريال. هنشوف دلوقتي هنفهم بالظبط ده كان ريال ولا ده جنيه مصري، لان في فرق عمله طبعا بيحصل، فانت بتشوفها في الاخر. طيب واحده واحده. اول حاجه هو في اكتوبر عمل 280 اوردر، 475، 380، بعد كده 1435 توتال بيسز اللي هو عدد القطع. في مثلا هو في اكتوبر لو عمل 280 302 يعني في كام زبون لما جاي يشتري اشترى قطعه او قطعتين زياده. هنا الجروث ريت او معدل النمو بيقول لك ان هو كبر 70% في نوفمبر عن اكتوبر، تمام ما فيهاش مشكله. وبعد كده يجي بقى السي ار اللي هو الكونفirmation ريت. يعني ايه؟ قد ايه من الاوردرات دي فعلا حصل ان كان في كونفirmation عليها في الشهر ده. يعني مثلا 62% هنا من ال 280، يعني بتتكلم ان في 173 اوردر حصل لهم فعلا كونفirmation. وبعد كده جه حاجه اسمها الدي ار، يعني 42% من الاوردرات دي الدليفري ريت بتاعتها حصلت في خلال الشهر نفسه. ان دي ار اللي هو النت دليفري ريت، اللي هو في الاخر المعدل الاثنين مع بعض مع الكونفirmation مع الدليفري حصل فيهم ايه. فهو في الاخر في شهر اكتوبر عمل 76,000 ووصلوا في الاخر الريفينيو بتاعه الحقيقي اللي في الاخير هو 20,330. لو جينا بقى نحسب 20,330 يعني احنا لو عملنا كده 20,330 على 76 323 يعني هو مكسبه حوالي 26% من الشهر ده. واقدر اقول لك ان هو مكسبه في كل شهر من دول ممكن اقول لك ان هو جه في شهر يناير عمل اعلى من ده شويه. الفكره ان الراجل ده بدا ان هو يشتغل جدا جدا في كل شهر، ومليون في الميه اي حد الاوردرات بتاعته بتزيد بالمنظر ده بتلاقي ان الاعلانات بتاعته بدات انها تختلف. طيب تعالى بقى اقول لك هو ايه اللي حاصل بالظبط من تاجر للراجل ده لما لقوا ان الراجل ده بيعمل اوردرات كويسه. اول حاجه عملوا له تراكنج للميرشنت بروفيتابيلتي ديلي. يعني ايه؟ يعني بدا ان في حد من تاجر يتابع معاه اوردراته عامله ازاي، بيكسب قد ايه في اليوم، يقدر لو هو محتاج مساعده في حاجه بيبداوا ان هم يساعدوه على طول. والحاجات اللي هم بيساعدوك بيها دي بيساعدوك بيها في اي حاجه ليها علاقه بالدليفري ريت بالكونفirmation ريت، لان هو ده فعلا المهم. انت محتاج في البيزنس ده، تخيل لو انت لوحدك فيه تماما هتلاقي نفسك داخل في قصص وحوارات انت عايز تطلع براها. والسبب الرئيسي ان انت عايز تركز في اهم حاجه موجوده عندك في الويب سايت وهو المنتجات واعلانك. وفي نفس الوقت بدا ان تاجر كمان يديله انسنتيف على الشغل اللي هو بيعمله. يعني كل ما كان بيبيع اكتر وكل ما كان بيعلن على تيك توك وسناب شات اكتر للسعوديه، كانوا برضو كل شويه بيحاولوا ان هم يديله انسنتيف عشان يحمسوه ان هو يشتغل اكتر واكتر. فانت معاك شركه هي هدفها او نجاحها لما انت تنجح في مشروعك، وهو ده السبب الرئيسي اللي بقول لك ان الفرص اللي زي دي ما بتجيش على طول. تعال بقى نشوف حاجه من الحاجات المهمه جدا. تعال نشوف منتج من المنتجات اللي الراجل ده اشتغل عليه، ودي من اوائل المرات ان في فيديو حد يطلع ويتكلم على منتج حقيقي واحد بيعمل منه فلوس، لان معظم الناس هتوريك الداشبورد نفسها، لكن انا هنا هقول لك المنتج اللي هو اشتغل عليه فعلا. فهناخد ده كوبي بيست كده، كوبي، ونخش على تاجر نعمل كده ونبيست ونعمل سيرش. حلو، هو شغال موتور هواء لكفرات السياره. طيب ده ايه ده؟ موتور الهواء ده موتور بينفخ العجل. ففي السعوديه حاجه زي دي من الواضح انها مهمه جدا جدا جدا. طب انا ما اعرفش حاجه عنها. اولا انت منتج زي ده هو هنا بيقول لك ايه؟ كونفirmation ريت بتاعته 59% ونسبه التسليم 51%. يعني هو منتج من المنتجات دي كويس قوي انت تشتغل بيه. هتبيعه ب 165 ريال وهتكسب 29 ريال في كل منتج. هنا بقى تاجر بيعمل حركه حلوه قوي، بيديك هنا الصور والفيديوهات اللي انت ممكن تستغلها عشان تعمل بيها اعلان فعلا. تعال مثلا نشوف الفيديو ده. منفاخ الجمل الصحراوي 2 راس الاصلي. طبعا هذا المنفاخ بيجي بقوه 300 واط مع عده البنشر كامله والتحويله تبعت البطاريه. طبعا هذا طب ده اعلان كويس قوي، لان هو دخل في الموضوع على طول. واحد سعودي بيتكلم باين جدا، واضح الصوره باينه، متصور في الشمس.
اعلان مفيد تقدر انت تاخد الاعلان ده وتقطع فيه زي ما انت عايز، وتقدر انت تاخد الاعلان ده وزي ما انا شارح برضو في الكورس عندي انك ممكن بالاي اي تغير في الفويس اوفر او في طريقه الناس اللي بتتكلم. ممكن واحده سعوديه، ممكن واحد سعودي، بس طبعا منتج زي ده اعتقد هيبقى احسن بكتير لو واحد سعودي اللي بيتكلم. طب تعالى بقى نشوف نفس المنتج ده، عشان دي حاجه من الحاجات اللي انا بتسال فيها كتير جدا في موضوع الاسعار. فتعالى نعمل كوبي ونروح على امازون السعوديه. ده امازون السعوديه، وتعالى برضو نروح نون السعوديه، وتعالى بقى نروح هنا ونكتب نفس المنتج بالعربي، ونروح نون ونكتب نفس المنتج بالعربي. طيب موتور الهواء هنا بيعمل كام؟ بيعمل 134 50 ريال، ده هنا 6000 ام اي اتش، 99 ريال، 129 ريال. طب هو في تاجر هنا بكام؟ هو في تاجر هنا بيعمل 165، يعني اغلى 30 ريال مثلا من اغلى واحد انا شفته لحد دلوقتي. حلو. 159 في واحد شبهه شويه، الكلام ده كله. ايه اللي بيخلي بقى الناس تشتري منك انت وما تروحش تشتري من امازون او تروح تشتري مثلا من عند نون؟ تعال برضه نشوف نون وهرد على السؤال ده على طول. عندنا حاجات ب 76 ريال، 129 129 338 74، بس طبعا اكيد مختلف في الوات بتاعه. ايا كان خلاص احنا كده شايفين ان تاجر ممكن يكون اعلى سعر احنا شفناه. الاجابه هنا بتبقى بسيطه جدا، وفي نفس الوقت الناس ممكن ما تكونش بتصدقها. الاعلان بتاعك، لو انت الاعلان بتاعك بيشد البني ادم جدا وبيوجه المشكله وبيتكلم على حلها بشكل واضح، زي مثلا فيديو زي ده، والويب سايت لما حد اتك على الاعلان ودخل الويب سايت شاف ويب سايت فعلا بروفيشنال، هتلاقي البني ادم بيشتري. والا ما كنتش وريتك انا البيزنس كيس دي، او ما كانتش شركه زي تاجر كانت في مصر فاتحه الاول، وبعد كده قامت فاتحه في السعوديه، بعد كده قامت فاتحه في دبي، وبعد كده قامت فاتحه في العراق. فالشركه بتكبر جدا والناس فعلا بتعمل فيها ارباح. طيب تعالى بقى نشوف برضو تاني ايه الحاجات اللي هو ده هنا تيستنج نيو برودكت. يعني مثلا دي حاجات بقى، دي منتجات هو حاليا بيتست. وكلمه بيتست دي مهمه جدا، لان عشان باش الناس تبقى متاكده ان كل حاجه محتاج ليها تيستنج. يعني ما ينفعش منتج من اول 3 ايام لو انت لقيته ما بيتباعش يبقى خلاص، لا، هو في حاجه اسمها تيستنج. انت بتجرب اعلان في الثاني في الثالث في الرابع في الخامس، وتشوف في الاخر مين اللي فعلا حابب ان هو يخش في حاجه زي دي او حابب ان هو يشتري حاجه زي دي، وتفهم مين الاودينس بتاعك وتغير في الاعلان على اساسه. فهو حاليا دلوقتي بيتست منتج زي ده ب 92 ريال والمكسب فيه 35 ريال. انا شخصيا ممكن ما افضلش قوي اشتغل في حاجه زي كده، مكسب قليل قوي، سعره غالي جدا، فبالتالي هصرف عليه كتير. فاحب اشتغل في حاجه ثانيه مثلا زي اللي هو ب 165 والمكسب فيه ممكن يبقى 50 ريال، بس ممكن اقلل مكسبي شويه اخليه مثلا 35 او 40 ريال. تعال نشوف واحد تاني برضه نفس الكلام. الميرشنت اللي هنا ده بدا ان هو يشتغل ب 942 اوردر، 4900 2000 4900 ما شاء الله، ربنا يكرمه ويبارك. يعني هو في 4 شهور هو عامل كام؟ 901. سواء الرقم بقى ده جنيه او مصري فهو مش هيتعمل بمرتب. ومليون في المية اكيد في من اللي بيتفرج عليا دلوقتي اكيد حلم من احلامه ان هو يعمل ارقام زي دي. الارقام دي يا جماعه هي فعلا موجوده، هي مش حاجه غريبه. الناس على السوشيال ميديا وفي التجاره الالكترونيه بتعمل مبالغ. انت ممكن بسبب ان انت دايما قاعد في المحيط بتاع الناس اللي هي شغاله دايما كموظف، او ما عندوش فكره ان هو عايز يجي على نفسه شويه ويشتغل عشان يحقق حاجه، لكن ده موجود. فانت اللي بتختار انت عايز ايه في حياتك. وانا ما بقولش كده عشان اقول ان انا واحد عامل الارقام دي كلها، لا نهائي. انا واحد بوريك، لان مش ده اللي انت المفروض تفكر فيه. انت المفروض اللي تفكر فيه هل دي الحياه اللي انت عايزها وتشتغل وتتعب ولا لا. المهم في الاخر تبقى انت مبسوط وعندك راحه بال الى حد كبير من الاختيارات اللي انت بتختارها. بعد ما وريتك بقى اللي حصل في تاجر والبيزنس كيس او الدلائل ان الناس بتعمل فعلا فلوس، تعالى بقى اقول لك على الشق الثاني من الفيديو. انا بقالي اكتر من سنه ونص على السوشيال ميديا، ومن ساعه ما طلعت لسبب رئيسي جدا. انا كنت حاسس ان في ال5 سنين اللي فاتوا اتضحك عليا كتير قوي في التجاره الالكترونيه وفي الدروب شيبينج وفي حاجات تانية كتير، وكنت عايز ادي المعلومه بكل امانه عشان بس ما اقولش للناس ان دي حاجه هتعمل منها فلوس من يوم واحد. لكن تقدر تعمل منها فلوس لو انت فعلا تعبت واجتهدت، وان شاء الله ربنا يوفقك فيها. فاللي انا عملته كالاتي: عملت اول حاجه كورس على الدروب شيبينج لمده 9 ساعات بيتكلم عن السوق الامريكي والاوروبي وكل الاسواق الثانيه ما عدا السوق العربي. وفي الكورس ده كنت بدي لك خدمه ما بعد البيع، اللي هو انا برد عليك يوميا كل يوم على انستجرام بفويس نوتس لو انت محتاج اي حاجه، زائد انت بتخش جروب على فيسبوك فيه كل المشتركين، زائد الحاجه الاخيره انك بتاخد كتاب تشات جي بي تي. الكتاب ده بيبقى مساعد شخصي ليك تقدر تساله في اي حاجه ليها علاقه بالتجاره الالكترونيه وما بيكونش فاهم حاجه غير في التجاره الالكترونيه. فانت معاك مساعد شخصي
الشخصي AI، وبعديها عملت كذا سيرفيس، منها بقى ان انا اعمل لك الويب سايت بتاعك، منها اعمل لك بوابات الدفع وبيمنت جيت واي سواء انت عايز تشتغل في امريكا او في اي مكان تاني، منها عملت خدمه ميديا باينج. وبعد كده زي ما انا كنت واعد الناس كلها ان الكورس ده هيبقى دايما ابديتد، بمعنى ايه؟ ان في كل فتره هنزل حاجه جديده ببلاش للناس، لان التجاره الالكترونيه دايما بتتغير ودايما فيها جديد. فبعد ما نزلت الكورس بحوالي مثلا سنه، في خلال ال6 شهور اللي فاتوا نزلت 4 ساعات او 5 ساعات كمان على السوق السعودي. ولما بتكلم على السوق السعودي كنت بتكلم عليه من ناحيه كونسيومر هابت، يعني الناس بتفكر ازاي، عدد السكان، تقدر تشتغل في ايه وما تشتغلش في ايه وهكذا. لان الكورس فعلا الماده العلميه اللي فيه انا عارف وبقول لك انها فعلا قيمه جدا. فالكورس عباره عن 14 ساعه من تجاره الكترونيه بحت، بعلمك من الالف للياء ازاي تنقي منتج، ازاي تبدا تشتغل على الويب سايت بتاعك، ازاي تعمل بيزنس، ازاي تشتغل في السعوديه، ازاي تعلن على تيك توك، على ميتا، على انستجرام، فيسبوك بقى، على سناب شات، ايا كان الحاجه اللي انت عايز تعملها. والفكره في الكورس ده ان انا بوفر لك سنين، وانا عارف انا بقول لك ايه لما اقول لك سنين، بوفر لك سنين من مجهود وتعب، وتقعد تدور على كل البني ادمين اللي بتتكلم في كل حاجه ليها علاقه بالتجاره الالكترونيه. المفاجاه اللي انا عاملها لك بقى دلوقتي وهو الكولابوريشن اللي بيني وبين شركه تاجر، واحب اعلن في الفيديو ده عليها حصريا، الا وهي ايه؟ واستعد بقى كده وخليك معايا. اولا، لو انت دخلت كورس التجاره الالكترونيه بتاع ايكوم ارك اللي هو بتاعي انا، وعايز تشتغل في السوق السعودي، انا والتيم بتاعي بنبعت لشركه تاجر ان هو يبدا ان هو يتواصل معاك. فبيبدا حد ان هو فعلا يساعدك بعد طبعا ما تتفرج على الكورس، بيبدا حد يساعدك انك تنقي منتج معين، يبعت لك المنتجات اللي هي ترندنج دلوقتي، يتكلم معاك لو انت عايز حتى في البيزنس دلوقتي عامل ازاي، ايه اللي ناجح ايه اللي مش ناجح، او ممكن تشتغل في ايه. فدي اول حاجه. تاني حاجه ان انت لو انت بعد الكورس وبعد ما بدات تشتغل وعملت الويب سايت بتاعك سواء بقى معايا او مع غيري، لان انا برضو بقدم خدمه الويب سايت كرييشن، وعملت 60 اوردر، بس 60 يبقوا متسلمين تاجر، عشان انت واحد من الطلاب بتوع ايكوم ارك هتديك 600 ريال كاش باك. ولما بقول لك 600 ريال ده رقم كبير جدا على الرقم كمان الاوردرات اللي انت عامله. الحاجه الثالثه كمان اللي انت هتاخدها بعد ما تعمل ال 60 اوردر دول، غير المساعده من تيم بتاع تاجر او مني انا شخصيا، وغير ال 600 ريال، ان تاجر شخصيا هترجع لك فلوس الكورس اللي انت اشتريته مني انا. فتاني عشان كده بقول الفرص دي ما بتجيش كتير، والعرض اللي انا بقوله ده هو مش هيفضل موجود طول العمر. فاستغل فرصه ان انت في 2025 وفي بدايه السنه وعايز تعمل حاجه جديده، لو انت طبعا عايز ان انت تعمل حاجه جديده او مختلفه، وابدا اشتغل ان انت فعلا تعمل المشروع بتاعك من بيتك وتشتغل سواء في السعوديه، سواء في مصر، سواء في العراق، لان تاجر بتشتغل في كل البلاد دي. بس السوق اللي احنا دلوقتي بننصح بيه هو السوق السعودي، ومنها برضو بتدخل عمله صعبه البلد. وتاني عشان النقطه دي مهمه جدا، هدف تاجر وهدفي انا شخصيا هو ان انت تنجح، لان لو انت نجحت فبالتالي ده بيكبر البيزنس بتاعي، وبقول ان انا قدرت بفضل الله ان انا انجح البني ادم ده الحمد لله، زي ما حصل مع كل الناس اللي انت شايفهم دول. في ناس كتير جدا من اللي شايفهم دلوقتي حالا على الشاشه وهيطلعوا حالا، الجزء بتاع اللي عمل فلوس من شوبيفاي دروب شيبينج او التجاره الالكترونيه في السوق الامريكي والاوروبي او السوق الانجليزي. فالحمد لله انا دلوقتي في موقع اقدر اقول ان الحمد لله تاني ان انا جزء بسيط من مساعده بني ادمين، يا اما تفتح باب رزق جديد كامل، يا اما انها يبقى عندها حاجه بجنب شغلها، وهو ده هدفي. فلما تاجر وانا نشوف ان انت نجحت في حاجه، شركه تاجر بتنجح، انا بنجح، انت بتنجح، وهو ده الاساس، او هو ده في الاخر الحاجه اللي احنا عايزين نوصل لها. فتاني استغل الفرصه، لو انت بني ادم عايز فعلا تفتح مشروع وعايز تبدا بحاجه مختلفه في حياتك، خش الكورس. تقدر تخش على الويب سايت، تقدر تبعت لنا على انستجرام، تبعت لنا على اي منصه احنا فيها، بس يفضل طبعا تبعت لنا على انستجرام وهتلاقينا بنرد عليك. تقدر برضو تخش على الويب سايت هتلاقي فيه كل التفاصيل موجوده، وربنا يوفقنا ويكرمنا جميعا. صباح الفل.